كان خلينا نشغل الكوبليه التاني حلو على فكره يا دكتور. جميله جميله يا استاذ محمد، بجد احنا بنحييك جدا على اللقاء الجميل ده النهارده، اسعدتنا جدا واسعدت المشاهدين كلهم. اعتقد ان النهارده يعتبر يوم عيد، يعني كماله العيد، انت نورتنا ونورت كل جمهورنا. والله يا دكتور لسه بقى هنشوف برضو بعض صور للمؤسسه والانشطه اللي احنا بنقدمها والرحلات بتاعتنا. طبعا برضو الصور دلوقتي هتظهر لكم. دي كل الصور بتاعتنا اللي احنا الانشطه اللي قدمناها الفتره الماضيه. طبعا كنا بنقدم حفلات احتفالات بعيد الام، ورحنا النادي الاهلي وشاركنا فيه برضو. كابتن شط عمل لنا دعوه، واستضاف الاولاد معانا من ذوي الهمم يوم كامل هناك في النادي الاهلي. الولاد استمتعوا جدا باليوم دوت، وقدروا ان هم فعلا يطلعوا كل طاقتهم، والصراحه استقبلونا استقبال عظيم جدا. انا بشكر النادي الاهلي طبعا من خلال دلوقتي الهوا ان هو بيعمل كل فتره كده ايفنتات لابنائنا من ذوي الهمم، بيشجعهم وبيحسسهم بدورهم في المجتمع. عايزين بقى دلوقتي نختم بقى اللقاء الحلو ده برضو باغنيه. نقول حاجه كده جميله الفنانه ورده تمام، اللي هو نسمع بقى الكوبليه الثاني اللي كان يا رب يعجبكم ان شاء الله. اوكي اتفضل يا استاذ بس يا ريت ما تقطعش بقى، خلي الاغنيه الاخيره. ها المخرج اللي معانا زي العسل نسمعها كامله باذن الله ان شاء الله. هو عايز نغنيها كامله باذن الله ونشكر الجمهور بقى. دي هنختم بيها اللقاء النهارده الجميل دوت بالاغنيه الجميله للاستاذ محمد. وعايزه برضه اقول للجمهور حاجه، لجميع المؤسسات والجمعيات لو حابه تتواصل بالاستاذ محمد عادل ان هو يعمل لهم اي حفلات خيريه هو بيعملها لوجه الله، يتصلوا بالبرنامج او بيتصلوا برقمي للتواصل، لان هو يجي يحضر ويحيي لهم اي حفلات. طبعا لله وبفنان خير، هو فعلا ما بياخدش اي مقابل. طبعا هو بيبقى غرضه بس رسم الابتسامه على وجوه الناس. اتفضل يا استاذ محمد. اختم بقى اللقاء الجميل ده بابتسامه باذن الله، حاجه حلوه ان شاء الله باذن الله.